الامور واسعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مسجد ابي الحجاج بملوي في مدينه ملوي ننقل لكم صوره من صور شهر رمضان الكريم المبارك. مظاهر رمضانيه، مظاهر ايمانيه، مظاهر روحانيه تتجلى في هذا الشهر العظيم، تتجلى في هذا الشهر الكريم. هنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مسجد ابو الحجاج هو احد المساجد العتيقة في مدينة ملوي، له طابع خاص، وانا لا اعرف تاريخ انشاء هذا المسجد ولا يعني سوى انه ابي الحجاج. سوف انقل لحضراتكم بعض الزخارف والايات الاسلامية المنقوشة على جدار المسجد، وسوف اتناول في البداية القبلة والمحراب. هذه هي القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا هو المحراب، ولا اعرف اذا كان هذا هو المحراب القديم ام محراب حديث. هنا دولاب ايضا لحفظ القرآن الكريم وكتب التفسير لرواد اهل المسجد العظيم يتناولون ويقرؤون فيه ويذكرون الله في ملأ من عنده. بارك الله فيهم وبارك الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. زخرفة اسلامية جميلة منقوشة بالجبس ومزينة بالمذهب. هنا آية الكرسي او سورة الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي. شهر التسامح، شهر التعاطف، شهر التراحم، شهر التواصل، شهر العظمة، شهر رمضان. يعني لا استطيع ان اصف اكثر من هذا على الشهر العظيم. هنا آية اخرى تقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله الى اخر الاية. صدق الله العظيم. يعني الناس في رمضان بتبقى مرهقة من الحرارة، وهنا الحرارة عالية شوية في مدينة ملاوي. يعني الحرارة تفوق 40 اليوم. اغلب الناس هنا مرهقون، ولكن اذهب الى الاخوة الافاضل. عايز نور، لو في حتة نور. ابي الحجاج بملوي او مسجد ابو الحجاج بملوي في مدينة ملوي. ملوي دي محافظة المنيا، وانا من ملوي من شرق المحطة، انا مش بعيد عنكم، ولكن اردت ان اعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا ازيد ولا اقل ولا اقبض من احد، ولست تابع لاحد، لا اذاعات تلفزيونية ولا اذاعات محلية ولا فضائيات ولا محافظة ولا اي حاجة ابدا، انما هذا العمل عمل تطوعي اقوم به لخدمة ابناء بلدي. بس انا عايز اضاءة حتى يظهر. انا حاسس كده ان الروحانيات بدأت تطلع وتطلع وتطلع، ويبقى ان شاء الله فيديو عظيم. وهتشاهدوه النهاردة، اللي هيخش على الموقع النهاردة ان شاء الله هيشاهد مسجد ابو الحجاج مع الساعة 1 مساء كده او 12، او اذا لم يكن النهاردة وسأعطيك الكارت بتاعه دلوقتي.
طبعا دي تعتبر ايه نقول عليها كنوز. دي كنوز ونفحات رمضانية. يعني نروح نتلمع الكنافة ولا نشوف منظرنا واحنا في المسجد ويشوفونا الناس اللي بره، اللي في الدنمارك واللي في النمسا واللي في البرازيل واللي في كندا. هذا هم مسلمو ملوي في المساجد قاعدين بيصلوا وبيقرأوا القرآن. هذا ما اردت والله سبحانه وتعالى. بس بس عايز يعني اذا كان في سنة كده، يعني سنة على الاقل لغاية ما نصور. مظاهر ايمانية عميقة في هذا الشهر تتجلى وتظهر للعيان. شيوخ وشباب ورجال غير قادرين يعني على الصلاة، ولكن يأتون الى المساجد يصلون على الكراسي، يصلون وهم قاعدون، يصلون وهم متكئون، كما قال سبحانه وتعالى: لا تسقط الصلاة عن فرد من أمة المسلمين لأي سبب من الأسباب. مظاهر رمضانية جميلة في مسجد أبي الحجاج بمدينة ملوي. آيات قرآنية جميلة أيضا على الحوائط، منبر ومحراب كسائر مساجد المسلمين. هنا في أذكار بعد الصلاة، والساعة الآن 5:03 من اليوم 11 لشهر رمضان. 11 النهاردة، 10 رمضان النهاردة، 10 رمضان. بارك الله فيكم. الحمد لله. ربنا يكرمكم جميعا وكل عام وانتم بخير. ربنا يكرمكم جميعا وكل عام وانتم بخير. كلما ادخل مسجد اقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مساجد يذكر فيها اسم الله، مساجد تبدأ من عندها التواد والتراحم والرحمة والتواصل والألفة والطبطبة على رأس والمسح على رأس مسكين والطبطبة على فقير وعلى أسرة فقدت عائلها. فلنعمل جميعا لشهر رمضان حتى نرفع عند الله سبحانه وتعالى، ترفع الدرجات كاملة إن شاء الله. بقت أيام، منذ أيام كان غرة شهر رمضان، واليوم 10 من رمضان، وبقي الثلثان الأخيران وهما الأهم في شهر رمضان، هم التي يعني ترفع فيهم الأعمال ويذكركم الله في ملأ من عنده إن شاء الله. بارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأكرمكم ومتعكم بالصحة والعافية والعطف على الفقراء والمساكين في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. في المسجد أبي الحجاج في مدينة ملوي نقلنا لكم صورة حية، مظهر من مظاهر شهر رمضان في مسجد في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ملوي 5.